من كان يطيل النظر بالمعاصي، ومن كان يستمتع بكلام محرم بالهاتف أو بالإنترنت، أو ينظر إلى أفلام، أو يسافر للحرام، أو يجلس جلسات يعلم أن الله لا يرضى عنه فيها، أو يخالط من حرم الله عليه خلطته، فليتق الله وليستعد من الآن، يتجهز، فإنه والله لا أنيس لك ولا جليس لك ولا شفيع لك في قبرك إلا عملك، إن كان صالحا فصالح، وإن كان سيئا فسيء. فجأة وهو في القبر المظلم قد ربما ضم عليه حتى اختلفت أضلاعه وازدادت ظلمته وخشي من وحشته، رأى منظرا مفزعا في قبره، منتن الريح، قبيح المنظر، سيء المنظر، فقال له: من أنت؟ فوجهك والله الوجه الذي يأتي بالشر، فوجهك وجه يجيء بالشر، من أنت؟ فنظر إليه بكل سهولة ويسر يقول له: أنا عملك الخبيث، أنا تلك الليلة التي ذهبت فيها إلى ذلك المكان، أنا فلانة التي كنت تكلمها سرا بالحرام، أنا ذلك الفيلم المحرم الذي رأيته، أنا الأغاني التي كنت تستمع إليها في طريقك وقبل نومك، أنا تركك للصلاة، أنا أكلك للربا، أنا فعلك للحرام، أنا تلك الذنوب والمعاصي. انظر إلي، انظر إلى عيني، انظر إلى وجهي، ألا تراها؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فكر، أحصاه الله ونسوح، لا تظن الأمر راح، ما في شيء يروح، كل شيء موجود، وكل شيء مسطور، وكل شيء مكتوب. لا تظن أن بما أني نسيت فالكاتبان قد نسيا، لا والله. فجأة يرى ذلك الرجل فيقول له الرجل الخبيث العمل السيء، قال: فوالله لقد كنت بطيئا في طاعة الله، تحمل حملا إلى طاعة الله، تجبر جبرا على الصلاة، تدفع دفعا على القرآن، لكنك سريعا إلى معصية الله. المعصية تدفع المال لأجلها، المعصية تخطط لها، المعصية تبحث عنها يا عبد الله. أما الرجل الصالح فإنه يرى وجها جميل المنظر، جميل الثياب، طيب الريح، ينظر إليه في قبره فيستبشر، إنه أنيسه، إنه جليسه، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، وجهك ما شاء الله يبشر، ما أجمله من منظر، وما أحلاها من رائحة، وما أجمله من ثياب، وما أحسنه من جليس. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، والله ينسى أهله وزوجته وأولاده لأجل هذا الجليس، فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا قيامك لليل، أنا صيامك للنهار، أنا صدقاتك للمساكين، أنا عمرتك، أنا حجك، أنا دعاؤك، أنا صدقاتك، أنا تسبيحك، أنا قراءتك للقرآن، أنا طلبك للعلم، أنا مشيك إلى المساجد، أنا وضوءك وطهارتك، أنا برك لوالديك، أنا إحسانك لجارك، أنا عملك الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا في القبر. أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله،
يفز من فراشه لأجل صلاة الفجر، يقوم من نومه لقيام الليل سريع، يبحث عن صيام النافلة. متى الصيام؟ أخبروني متى يشرع، أريد أن أصوم. ينفق ماله، يبحث عن الفقراء، يبحث عن المساكين، يتجول في المستشفيات، يزور المرضى، يبر والدته، يجلس عند قدمها، يحسن إلى جاره، يصل أرحامه. لقد رأيتك سريعا في طاعة الله بطيئا في معصيته. يعني كل بني آدم خطاء. عصيت نعم، لكنك كنت مترددا في المعصية، كنت متثاقلا في المعصية، وأنت تعصي كنت تخاف من رب العالمين، وبعد أن عصيت ندمت وانكسر قلبك وفزعت إلى الطاعات. نعم كل بني آدم خطاء، ولكنك كنت متثاقلا إلى المعصية، لا تحبها ولا تريدها، لكن النفس الضعيفة أوقعتك فيها. عبد الله فكر، الليلة هذه لا بد منها، والمصير هذا لا بد منه. ماذا أنت فاعل الآن؟ وماذا أنت صانع؟ كل نفس ذائقة الموت. من هول الحفرة، من هول تلك الحفرة أن مقدماتها سكر، مقدمات حفرة سوف نجلس فيها سكر يذهب بالعقل. أي سكر هذا؟ لا إله إلا الله. إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. سكر لهول المطلع، سكر لما يحدث بعد الموت، سكر لأن الأمر فظيع. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كان أمير المؤمنين المبشر بالجنة الشهيد عثمان كان يقف عند القبر فتبتل لحيته بكاء، فيقال لما تفعل هذا؟ قال القبر أول منازل الآخرة، أول منزلة في الآخرة، الخطوة الأولى في الآخرة. فإن شدد على العبد كان ما بعده أشد، وإن خفف كان ما بعده أخف. فلم لا أبكي؟ لم لا أبكي والقبر أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، ورب ليلة لا نرى صباحها. استعد يا عبد الله وتجهز من الآن، وقل ربي توبة صادقة، وأجدد الإيمان والعهد بيني وبينك، ومن ظهر يوم الجمعة هذا سأبدأ بداية صادقة بيني وبين الله جل وعلا، فلا غناء ولا طرب ولا فحش ولا رذيلة، بل سأملأ حياتي بذكر الله وبقراءة القرآن وبعبادته. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل ما يريد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا، ورد كيده في نحره. أقول هذا القول وأقم الصلاة.